السلام عليكم. جمعة مباركة أولا على كل الأهلوية وبهدوء شديد. تخيل لو حالف التوفيق لعيب الأهلي في كل الفرص المؤكدة اللي راحت لهم للتهديف أثناء المباراة، ولو كان أحسن رضا سليم تسديد الركلة الخامسة وحسم اللقب. أعتقد أنه لو حدث ذلك لمرات الأمور بشكل عادي، ولكن عزيزي الأهلاوي إنها إرادة ربنا وحكمته لتضييع كل فرص الحسم المستحق للأهلي، وتأتي لحظة غريبة عكس كل شيء صحيح ومنطقي ومقبول، حيث لو سجل صنم الزمالك المدعو بشيكابالا ركلته الترجيحية لفاز الزمالك بالمباراة واللقب، وأخذ هذا الصنم المصنوع راحته ومجالاته وتجاوزاته المعهودة التي لا أخلاق فيها ولا قبول، وربما تتسبب في اشتعال كارثة حقيقية تضيع معها سمعة الكرة المصرية بأكملها تماما، وذلك لأنه صنم يعشق اللقطة ولا يتحمل المسؤولية الأخلاقية ولا يمتلك مقومات القيم والمبادئ، صنم منفلت من بداياته، ومع ذلك يعبده الجهلاء فاقد العقل والمنطق، فيظلون في تقديسه وتنزيهه، ويعتبرون كل تجاوزاته وكوارثه نوعا من الأسطورة، بل ويطلقون على هذا الناقص لقب أسطورة. وهكذا يكون الصنم المصنوع. لكن سبحان الله، تسير أحداث اللقاء بهذا السيناريو، ويتصدى محمد الشناوي بكل براعة لركلة هذا الصنم، وترجع الأمور إلى نصها الصحيح، ثم يفوز الأهلي بالمباراة واللقب، ويكون هناك رابط قوي بين سيناريوهات هذا اللقاء. فلاعبو الأهلي أدوا مباراة قوية واجتهدوا كثيرا بالفعل، وسيطروا تماما على اللقاء، وأخر الله لهم هذا الحسم حتى نرى أشياء وصور تثبت بالفعل أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وتثبت دائما ما معنى قيم ومبادئ الأهلي، وأيضا تثبت أن الصنم أسطورة من وحي الخيال، ومصيره إلى التحطم والكسر وإلى مزبلة التاريخ. والحمد لله على توفيقه وعوضه. الأهلي يا سادة مصدر السعادة. مبروك لكل الأهلاوية الفوز بكأس السوبر المصري. أهلاوي أنا والفخر ليا، وهفضل أشجع ودافع عن النادي الأهلي لآخر نفس فيا. سلام عليكم.